يجب أن تقتل المستقبل، فلا خيار أمام الحاضر سوى الرضوخ إلى الماضي. مضطر أخوك لا بطل، هي حال رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي عاد أدراجه ليقرر المشاركة في نهائية كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما التي ستحتضنها الجزائر من 29 أبريل الجاري إلى 19 مايو الداخل. لقجع بعدما استعرض عضلاته وقاطع بطولة شان الجزائر 2022 تراجع ورضخ لقرارات الكاف وقرر الحضور دون أي شروط. دخل معركة كان يعرف أنه سيكون الطرف الخاسر فيها حين غامر بشبان بلاده وترك اللاعبين ينتظرون لساعات بمطار الرباط لاستعطاف رئيسي الفيفا والكاف. المسرحية اتضح فيما بعد أنها من نسج الخيال لا تطابق الواقع، والإخراج كان سيئا، فاكتملت أركان المهزلة بالعودة إلى الديار. رئيس الجامعة المغربية بعدما ضيع على شبانه فرصة المشاركة في أحسن نسخة للشان بشهادة الجميع حفظ الدرس جيدا وفهم الرسالة، عرف أن الجزائر سيدة في قراراتها لا ترضخ مطلقا ولا تتراجع. حينها أدرك وتدارك وراح يبرر للطاقم الفني واللاعبين أهمية البطولة المقبلة في الجزائر باعتبارها مؤهلة إلى كأس العالم. مطأطأ الرأس ستدخل أرض الشهداء، لكن ليس من الباب الواسع. الندم هو الخطأ الثاني، فأخطاؤه كانت له مصدر سعادة مؤقتة وحزن دائم. أراد ممارسة السيادة من علو شاهق فسقط على أحلام الواقع. الفشل يبقى مرا إذا لم تبتلعه، وكل الطرق عبر تونس تؤدي إلى الجزائر.